عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. أنا مشكلتي بنتي جوزتها وربيتها أحلى تربية، وباباها طول عمره في السفر. الحكاية والله يا جماعة يعني أنا والله ما قادرة أتكلم فيها، لأن الموضوع يعني أنا مش مستوعبة بنت تعمل كده في أمها، بنت تجيب جوزها تعمل كمين لأمها في بيتها، وتجيب جوزها واخو جوزها وحماها يضربوا امها ضرب مبرح ان هي توصل للموت، يخلعوا لها ضوافرها وعينيها تدمع بالدم من كتر الضرب، ويمضوها على وصلات امانه. والله انتوا مش مستوعبين، قسما بالله بنتها اللي عملت فيها ده كله، بنتها اللي راحت تعمل في امها محضر وتقول ان ضربتها وشتمتها، بنتها اللي دخلت امها وابوها الحبس بسبب الكذب والشهاده الزور. هتقولوا لي عملت ليه كل ده جوزها اقنعها ان امك زي ما مضتني على القايمه وصل امانه، لازم ان انا امضيها على على وصلات امانه. وكانت البت بتقول لجوزها امين مش اكتر. البنت زي ما تكون عمية البصر والبصيرة، واتفقت مع جوزها ان امها تتعمل فيها كل ده مقابل ان هي تمضي امها على وصلات امانة. طب خلاص بقى يا جماعة، الدنيا تقل خيرها، خلاص دي يعني خلاص بقى مفيش حاجة تاني بعد كده. يعني انا الام مهقورة قهرة والله العظيم، يعني صعب قوي الست يعني محروقه من العياط، بتقول انا عايزه حقي، انا مش عارفه اخد حقي من جوز بنتي ومن ابوه ومن اخوه ومن بنتي. انا خلاص بنتي انا غضبانه عليها ليوم الدين، انا غضبانه على بنتي ليوم الدين. يعني انت هتستفادي ايه لما امك تغضب عليكي؟ خلاص هي الدنيا خلاص كده. انت عملتي كل ده في امك، يعني انت ايه ده انت ازاي قدرتي تعملي فيها كده؟ ازاي بنتك وتقسم بالله الست ان شلتها طول عمري حنينه عليها، طول عمري مخليها ست البنات، طول عمري حتى لما اتجوزت خدتها عندي في حملها وولادتها وشايلها في نن عيني من جوه، ما شالش جوزها مسؤوليتها في اي حاجه، وانا اللي عملت لها كل حاجه. البنت بعد ما فاقت كده من الولاده وابنها شد حيله، اول ما جت وجعت امها، اتفق مع جوزها، بنت تتفق مع جوزها واهل جوزها ان يضربوا امها ضرب مربح لحد الموت، ويخلعوا في ضوافرها ويمضوها وصلات امانه. خلاص بقى كده الدنيا يا جماعه، يعني الدنيا خلصت. يا رب يوم القيامه يقوم والله على الواحد بيسمعه ده ايه ده احنا وصلنا لايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. انا خلاص يعني مواضيع الامهات بقت يعني ايه يا جماعه؟ ايه ده؟ خلاص يعني الزمن خلص والله. الناس دي مش واخده بالها، ما تعرفش ربنا. العيال دي ايه، ما تعرفش ربنا. عقاق الوالدين مش عقاق دي ضرب، ده سابتهم بيضربوا في امها وهي كانت معاهم. انا مش عارفه اتكلم والله، اقسم بالله. هي يعني دي لو قدامي انا كلها بسناني. انت سبتي الناس تضرب في امك؟ جزء ايه؟ الراجل يتعوض، ويتعوض لو ما فيش راجل في حياتك عادي جدا، انما امك تنضرب بالضرب ده كله ويقابلها بعد كده عشان عملت محضر يضربها تاني بالشوم تاني. ما هو بقى شغل بلطجه بقى وصياعه بقى ومحدش قادر عليه، والبنت مساعداه على ضرب امها عادي خالص. والله لو تسمعوا صوت الام والله لكلنا ننام حزنا. الست دي لازم حقها يرجع، الست دي لازم حقها يرجع، لازم، عشان احنا كده في غابه. لما بنتي هي اللي تعمل فيا كده يبقى فاضل ايه تاني؟ خلاص يعني هامن لمين؟ بنتي عملت لي كمين بالضرب والاهانه. ايه تاني؟ على الدنيا السلام والله.